بدر القحطاني هنا، ستوري رقم 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بدر القحطاني. كيف حالكم يا جماعة الخير؟ عساكم بخير يا رب. لا تنسون تضغطون على زر اللايك، اللي ما اشترك يشترك، فعل جرس التنبيهات. شكرا لكم على 600 مشترك، وعقبال 1000 مشترك قريبا الله يسعدكم. كالعادة حساباتي في السوشيال ميديا طلعت لكم على الشاشة أو في الوصف الديسكربشن تحت. حياكم الله، تشرف فيكم واحد. وبس ما بطول عليكم مقدمة، ويلا ندخل قصتنا لهذا اليوم. في منتصف 2023 حصلت جريمة أبشع، وتفاصيلها كانت أبشع. هذه البنت اللي في الصورة مصرية، عمرها 18 سنة، وكانت تدرس في الثانوي، واسمها فرح. خلونا نرجع قبل الجريمة بكم سنة. فرح أبوها مات من يوم كانت صغيرة، فعانت شوي في التربية، وكانت حياتها جدا صعبة. لما كبرت ودخلت الثانوية، أمها تورطت في قضايا مالية وانسجنت على أثرها، وما عاد الفرح إلا خالتها فقط. وخذتها خالتها وربتها، ودرست فرح وكملت دراستها، وسنة ورا سنة وفرح قاعدة تكبر وعايشة حياتها وهي مبسوطة. خالة فرح عاملت فرح كأنها بنتها، يعني مو مقصرة معها في شيء، وأي شيء تطلبه فرح من خالتها تلبيه لها، ومعاملة يعني معاملة الأم وبنت. فرح تعرفت في المدرسة على صديقة اسمها آية، وكانوا يسولفون مع بعض وضحكوا من هالكلام. بعدين كانوا أول إنهم بس يتقابلون في المدرسة، صارت تطورت العلاقة أكثر وقوة العلاقة أكثر، وصاروا يطلعون كافي ويتمشون، يعني الأمور ماشية يعني زي أي بنت صديقتها. لكن يا ترى إيش ورا صديقتها آية هذه؟ إيش وراها يا بدر يا ترى؟ وتمر السنين، سنة سنتين، وعلاقة فرح وآية قاعدة تقوى أكثر بأكثر. خلونا نتكلم عن آية أمها وأبوها ماتوا يوم كانت صغيرة، وعاشت حياة برضو صعبة، والآن هي عايشة مع جدتها. لما عرفت خالة فرح عن موضوع آية، في البداية أصلا خالة فرح ما كانت مرتاحة ومقتنعة بآية كصديقة الفرح، فصارت تحذر فرح منها وإن اقطعي علاقتك معها ومن هالكلام. لكن فرح تهاوش خالتها وتتناقش معها نقاش حاد جدا. عشان ايش؟ عشان صديقتها آية، من كثر ما تحب آية. تمشي الأيام، وفجأة في منتصف 2023 فرح تختفي. اتصلت عليها خالتها وما ردت عليها، فقالت إنها ممكن حاطة الجوال على الصامت وهي نايمة عند آية، ممكن الجوال طافي. هنمشي الليلة وأكلمها بكرة الصباح نشوف. وجاء بكرة الصباح، واتصلت خالة فرح بفرح، وفرح ما ترد. على طول راحت خالة فرح واتصلت على آية، ما ردت. اتصلت مرة ثانية ما ردت. اتصلت مرة ثالثة، اتصال ورا اتصال ما ردت. هنا انجنت خالتها، قالت على طول راح أروح البيت جدة آية. وتروح لبيت جدة آية وتفتح الباب لها الجدة، تقول لها خالة فرح وين بنتي؟ هي دائما تنام مع آية. ترد عليها الجدة وتقول أنا طاردة آية من زمان ومن شهور، وما عاد فيه تواصل بيني وبينها. وين فرح ووين صديقتها آية يا ترى؟ وتروح خالة فرح لقسم الشرطة وتشتكي وتتهم رسميا آية عن اختفاء فرح. بعدها بأيام لقت الشرطة المصرية في ممر مائي جثة. يا ترى الجثة هذه لمن؟ سنعرف. وكانت الجثة في وضع سيء جدا، وكانت متعفنة، ولدرجة إن ملامح الوجه ما كانت مبينة أبدا. وعلى طول ودت هذه الجثة للطب الشرعي عشان يحلل الموضوع شوي. اتصلت الشرطة على خالة فرح عشان تجي وتشوف الجثة، يعني تحاول انها تتعرف عليها قد ما تقدر، مع انها صعبة لان ملامح الوجه مش باينة، لكن ممكن هي تعرفها من جسدها. السؤال هنا، ليش آية ممكن تسوي كذا في فرح؟ هل هي حاقدة عليها؟ هل عشان فرح شاطرة وهي ممكن مش شاطرة؟ الله أعلم. خالة فرح ما عرفت، خلاص ما في إلا حل واحد، راح ناخذ خصلة من فرح وخصلة من أمها المسجونة ونطابقهم.
فلما طابقوهم طلعت للأسف هذه الجثة لفرح. على طول السلطات المصرية رجعوا لنفس الممر المائي وشافوا كل الكاميرات في ذاك الوقت، وشافوا شخص صاحب سيارة كان يرمي الجثة نفسها حقت فرح، ولكن لاحظوا عليه انه ما كان خايف جدا، وانه كان على نياته، وغالبا انه كان يشتغل شغله انه ياخذ الاكياس هذه ويرميها في مكان مخصص لها، لان جثة فرح كانت في كيس. فاستدعوا هذا السائق عشان يحققون معه. فلما حققوا معه الشخص كان طيب وحبيب، وسألوه هل كنت تعرف ان فيها جثة؟ قال لا، لكني حسيت من الريحة وقتها كنت صليت الفجر ورحت على المركبة على طول واشتغل شغلي، يعني اخذ الاكياس وارميها في مكان المخصص لها. هنا قال شيء جدا مهم وافاد السلطات، الا وهي قال السائق ان اللي اعطاني جثة او اعطاني هذا الكيس هي فتاة. يا ترى من هذه الفتاة؟ سألوه من هذه الفتاة، تذكرها مين؟ قال إيه ذاكرها كويس وأعرف وينها. فلما وداهم على المكان أو البيت حق هذه الفتاة وتفتح الباب لهم هذه الفتاة، وتطلع مين؟ تطلع آية، وتخر اللي في بطنها آية وتعترف لهم بكل شيء، وأنها هي اللي قتلت فرح. وأخذوا آية للتحقيق وحققوا معها، وقالت إن فرح كانت أفضل مني في الدراسة، وكانت يعني عندي دين لها، فكنت مستلفة منها 3500 جنيه، فكانت تزعجني كل شوي رجعيها رجعيها، وأنا كنت أصرفها. فجاء يوم من الأيام اللي خططت فيه وأخذت السكين رحت لشقتها طعنتها مع صدرها وعلى طول توفيت. هذه قصتنا لهذا اليوم، الله يرحم فرح يا رب. قصة صراحة جدا محزنة. لا تنسون تضغطون زر اللايك، الله يسعدكم. إذا عجبتكم القصة شاركوها، اشتراك، تفعيل جرس التنبيهات، حساباتي في السوشيال ميديا طلعت لكم على الشاشة أو في الوصف الديسكربشن تحت. حياكم الله وتشرف فيكم جميعا، وبس والله أشوفكم إن شاء الله القصة الجاية. كان معكم بدر قحطاني، في أمان الله، مع السلامة.